لمّا تيجي تكلم حد يعني حد كده أنت تعرفه كده صاحبك من زمان، تيجي تكلمه كده وتقول له: "يا ابني أنت ما بتصلّيش ليه حرام عليك والنبي قال كذا وقال" ييجي يقول لك: "إيه يا عم في إيه يا عم أنت عشان حفظت لنا كلمتين وأي حد يحفظ له كلمتين ييجي يقوم لنا والّا إيه؟ أنت عشان حفظت لك كلمتين يعني وحفظت لك كام حديث وجيت بتصلّي بقى لك أسبوعين والّا شهر وبتصلّي، هتيجي تكلمنا والّا إيه؟ إحنا عارفين يا عم كل ده." يعني مالك يا عم راجل حفظ حديثين أو حفظ آيتين أو بيصلّي بقى له أسبوع، يومين بيصلّي وجه ينصحك، يعني هو حافظ حديثين ممكن أنا ما أكونش حافظهم، هو دلوقتي حفظ حديثين أنا مش حافظهم يعني فهو هيقولهم لي، وأنا حافظ حديثين هاقولهم له، فهو هيبقى حافظ 4 وأنا هابقى حافظ 4 غير كده أنا وأنا حافظهم هيذكّرني بيهم، فذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنت إيه اللي مزعّلك في كده؟ يعني هو لمّا ينصحك اقبل النصيحة اسكت ما تتكلمش، قُل له: "ماشي يا عم شكرًا، جزاك الله خير." وخلاص. والّا أنت إيه يا عم أنت عشان حفظت لك كلمتين تيجي تقولهم لنا والّا إيه؟ كل واحد ييجي يحفظ له كلمتين بقى يطلع يقول لي فيديو عليهم مش عارفة إيه والكلام ده، طب ما تذاكر يا عم الفيديو بتاعك ممكن يكون 2 شافوه والاتنين دُولة ربنا يهديهم بسببك، وممكن الاتنين دول الحديثين دُولة يحفظوهم ويتنّوا يقولوهم، أنت كده بتعمل لنفسك لآخرتك ما بتعملش لدنيتك. لا حول ولا قوة إلا بالله.